كنافة رمضان وجمالها. هنعمل أحلى كنافة بيتي بالقشطة الخطيرة. هتقدمي لها ضيوفك ولأولادك هيفكروها جاهزة من جمالها. هنعمل مع بعض أحلى كنافة بيتي. هنحشيها بإيه؟ بالقشطة الكدابة الخطيرة. شوفوا الجمال، شوفوا العسل، خطيرة. يلا مع بعض هنسمي الله وهنصلي على الرسول وهنعمل أحلى كنافة في البيت. يلا نشوف هنبدأ بإيه ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يلا أول حاجة هنبدأها هنعمل القشطة. القشطة معايا لتر لبن. هحط لتر اللبن معاه 4 معالق نشا. مش هغلي اللبن، هجيبه من عند اللبان هحطه زي ما هو كده في الحلة بتاعتي أو كسرونة، واحط 4 معالق نشا كبار، وهنحط معلقتين سكر، او لو انت عاوزه تزودي واحده كمان 3 معالق سكر. انا ما بحبش اكتر السكر كتير عشان العسل في الاخر في الكنافه ما تبقاش مسكره قوي. كفايه معلقتين كبار سكر. وهنحط خلاص ال4 معالق نشا. ودي قشطه اللبن البلدي بتاعتي. كان عندي لبن ومحوشه القشطه بتاعته ومعايا كده معلقتين وحطيتهم. لو عندك بقى معلقتين كريمه لباني حطي، ما فيش يبقى كده حلوه قوي القشطه هتخليها خطيره. هنقلب مع بعض بالمضرب كويس قوي، وهنحط مكعب زبده. كل ده على البارد، لسه محطتهاش على النار. لو انت ما عندكيش العسل، انا مجهزه العسل في البرطمان وعيناه في التلاجة جاهز. لو انت مش مجهزه يبقى هتجهزي الشربات بتاعك قبل ما تعملي خطوه القشطه بتاعتك. العسل هتحطي 2 كوباية سكر على 1 كوباية ميه على النار، واول ما يبداوا يغلوا تحطي عصره ليمون، نص ليمون، اقل من نص ليمون، وهتسيبهم يغلوا على النار حوالي 7 دقايق. انا بعمل العسل بتاعي من قبل رمضان، بجهز البرطمانات واسيبها عشان ينجز وقت. تعالوا بقى نحط القشطه بتاعتي على النار ونقلب تقليب مستمر بالمضرب زي ما انتم شايفين. عاوزين القوام بتاعها يبقى كريمي وتبقى تقيله شويه عن المهلبيه اللي احنا بنعملها في البيت. المهلبيه بتاعت الاكل بتبقى خفيفه شويه عن كده، ده انا عاوزاها القوام التقيل شويه. شوفي كريمي وجميله ازاي زي القشطه. انا نسيت احط باكل فانيليا، هحطه دلوقتي معاكم. كده القشطه عندي جاهزه والسمنه مسيحاها، والكنافه بتاعتي تكون في الفريزر مجمداها كويس قوي، وهطلعها وهي في الشنطه بتاعتها كده. هفركها في ايدي، هتتفرك بكل سهوله. هفركها كويس قوي، عاوزاها ناعم خالص، ولا هتضربيها بالكبه ولا هتخرطيها بالسكينه ولا اي حاجه. وهي كده عشان ما تتنعكش ولا تطلع منك على الرخامه ولا تعطلي الدنيا، هتعمليها بايدك جوه الشنطه. تعالي جيبي الصينيه بتاعتك بقى اللي هتحطي فيها الكنافه، وتحطي شويه سمنه محترمين. انا ما بحبش اقعد ادعك الكنافه بالسمنه الاول وبعد كده احطها. انا بحب احط السمنه في الاول زي ما انتم شايفين كده في الصينيه، وهبدا احط الكنافه عليها. بس انا بفكركم ان انا ما حطيتش الفانيليا في اخر غلوه من غلوه القشطه وهي بتغلي على النار. حطيتها دلوقتي كانت لسه ما بردتش، القشطه بتاعتي كانت لسه دافيه. حطيتها وقلبتها كويس قوي وسبتها على جنب. حطيت في الصينيه من تحت شويه لوز كده، فتحت كل لوزايه 2 وقسمتها. ده لو انت مش محتاجاها، ما فيش متوفر مش مهم، ده هما كام واحده كده بس يدوا شكل ما نقلب الصينيه تبقى شكلهم حلو. وهحط نص كميه الكنافه في الصينيه بالمقدار كده عندك. يعني انت عندك نص كيلو الكنافه، انا عملت منهم صينيتين، واحده صغيره وواحده كبيره شويه. وبعد ما ضغطت جامد بنص كميه الكنافه من تحت في النص الاول في الصينيه، هسقيها بالسمنه. اهم حاجه هي الكنافه بتعوز سمنه كتير، يعني ممكن الصينيه الكبيره تعوز حوالي 1.5 كوباية سمنه واكتر كمان. انا مش بعاير بصراحه السمنه، بحب احط كده لغايه ما اشوف المقدار قدامي ايه. خلصت الكنافه خلاص وحطيت عليها السمنه. نبدا نحط القشطه بتاعتي تكون بردت، وابدا احطها واوزعها كده بشويش، بس نخلي بالنا ما نحطش على الطروف. انا مش عاوزه اجيب على الطروف خالص عشان ما تتحرقش مننا، ونبدا نقلبها وتتقلب معانا بكل سهوله لما تستوي. كده كل الحشوه تبقى في النص بالطريقه ديت، والكنافه في الجناب بتبقى مش محطوط فيها قشطه. نبدا بقى نحط بقيه كميه الكنافه فوق الوش. شوفوا الكنافه بودره خالص ازاي، ما هي كانت في الفريزر ومتجمده وتفركيها بايدك بتبقى زي البودره. هتحط كده وتسويها بشويش خالص عشان القشطه ما تخرجش من الجناب. ونبدا نحط برضو بقيه كميه السمنه، بس هحط بقى سمنه بلدي على سمنه عاديه. انا ما كانش عندي سمنه بلدي، كانت السمنه عاديه اللي هي كريستال دي، كانت حلوه مش وحشه، جميله جدا والطعم كان خطير. ونسقي السمنه، نكون مولعين الفرن على النار هاديه، ما يكونش شديده قوي عشان الكنافه بتحب تستوي على النار هاديه، ما تكونش شديده.
وخلاص. ولغايه ما تتحمر الكنافه بتاعتي هنطلعها من الفرن. بس كده خلاص. هنبدا نحطها في الفرن بعد ما سقناها بالسمنه بتاعتي كلها. دخلناها بقى الفرن ونبدا نخرجها. ما شاء الله على جمالها. الشربات بتاعي بيكون سقعان. اول حاجه زي ما قايله لكم الشربات لازم يكون سقعان. والكنافه سخنه لسه خارجه من الفرن. نطلعها على طول، نرش الكنافه بتاعتي بالعسل ونسيبها حوالي 10 دقايق تتشرب، ونبدا نقلبها على الوش التاني للتقديم. شوفوا الجمال، شوفوا لونها الخطير، لونها جميل جدا جدا بصراحه، خطيره. نبدأ بقى، عاوزة تزينيها بشوية جوز هند وزبيب زي ما انا عملت كده. عاوزة تقطعها على طول، بس الكنافة بالقشطة لازم تهدى شوية على الأقل ساعة عشان تعرفي تقطعيها وتاكليها وتحسي بالخرطة كده متقطعة حلوة، والكريمة اللي جواها تعرفي تاكليها القشطة بالكريمة. ودي كانت الكنافة بتاعتي، يا رب تعجبكم والفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ينزلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.